السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي أفضل الصلاة والسلام على رسول الله حبيب الله. صاحبة الحكاية بتقول مدرس بنتي معايا كل يوم وجوزي مسافر. إيه اللي حصل بين المدرس وأم البنت؟ ده اللي هنعرفه في حكايتنا النهاردة. بس فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل إشعار فيديو جديد ننزله مع بعض إن شاء الله تعالى. أنا شيماء، عمري 28 سنة، متجوزة بقالي 8 سنين. اتجوزت وأنا عندي 20 سنة، جواز صالونات. جالي واحد خريج جامعة زيي معاه مؤهل عالي بيسافر برا. كان مترشح لي عن طريق جماعة معرفة ببابا يعني. وبعدين لما تقدم لي وقعدت معاه يعني لقيته إنسان كويس، إنسان أسلوبه حلو زي أي بنت ما بتقعد الرؤية الشرعية. معرفش إيه اللي بداخله، بس كان اللي ظاهر منه إن هو إنسان كويس. اتكلم معايا واتكلم مع أهلي وارتبطنا وقرا فاتحة وجاب شبكة وسافر سنة، وبعد كده نزل اتجوزنا على طول. لما اتجوزنا على طول فضل معايا 6 شهور أجازة الجواز. بصراحة ما شفتش منه أي حاجة. في خلال ال6 شهور اللي قعدنا مع بعض فيهم اللي هما اجازة الجواز حملت فيهم في بنت أمورة قوي وجميلة جدا. طبعا هو مشى من هنا وانا حامل في الشهر الثالث. يعني انا قعدت 3 شهور الاولانيين من غير حمل وبعد كده حملت وسايبني حامل في الشهر الثالث. بدأ هو يبعت لي مصاريفي. طبعا انا كنت عايشة في العيلة وكنت واخدة شقة في بيت العيلة في الدور التاني، أمه وأبوه تحت وإخواته البنات ولي أخ عازب، وأنا كنت قاعدة في الدور التاني فوق. بنتي سبحان الله اتولدت ما شافتش ابوها. بعد ما اتجوزني من هنا وخلفت وخلاص بنتي يعني اتولدت، ما نزلش حتى يكلف نفسه ان هو يحضر الولادة بتاعتي. كان اسلوبه معايا بعد الجواز كان قاسي شوية. يعني كان ايام الخطوبة كنت بسمع منه كلام حلو جدا وكلام معسول وكلام حلو عن الخطوبة، وكان بيبقى محتار يسمع مني كلمة حلوة، وكان دايما بيحايل عليا بالكلام لدرجة ان انا قلت يا هنايا وسعدي بعد ما نتجوز هعيش في عيشة هنية جدا. بس اللي حصل معايا العكس خالص. لما اتجوزت حملت وهو سافر من هنا، كان كلامه معايا رسمي جدا وهو مسافر. يعني كنت كل ما اقول له انت ما بتكلمنيش كتير ليه، انا ببقى قرفانه عشان الحمل وببقى متوتره وببقى نفسيتي مش حلوه. ليه ما بتكلمنيش؟ ليه ما تبقاش قريب مني الفتره دي؟ انا قاعده لوحدي. حتم عليا كمان ان انا لما اسافر ما اروحش اقعد عند اهلي لغايه ما يجي من السفر. قال لي لا، تقعدي في شقتك، زيارتك لقرايبك هيبقى كل جمعه وجمعه، يعني اروح يوم في الاسبوع، اسبوع اروح جمعه واسبوع التاني لا، وبعد كده يعني اسبوع واسبوع، مش كل اسبوع. رغم ان اهلي مش بعيد عني، اهلي بيني وبينهم حاجه بسيطه جدا، يعني بمشي على رجلي عشان اوصل لهم. ورغم من كده قلت له تمام مفيش مشكله، لان طبعا زي ما انتوا عارفين الست لما بيكون جوزها غايب بتعمل له الف حساب، وده عشان خاطر ارضاء ربنا مش اكتر. قلت له خلاص اللي انت تقوله كلامك اوامر عليا، خلاص مش هروح الا كل اسبوع واسبوع يوم جمعه. قال لي تروحي الساعه 10 الصبح قبل المغرب تكوني في البيت، الليل ده ما يدخلش عليكي. قلت له ما فيش اي مشكله. فضلت على هذا الوضع. المهم لما انا ولدت من هنا وعرف ان انا جايبه بنت، ما اهتمش كده ولا بعت هدايا للمولود ولا اي حاجه. كل اللي قاله لي الحمد لله على سلامتك، مبروك مولودنا، ان شاء الله يتربى في عزنا، ان شاء الله تكون بنت صالحه وتبقى محبه في ربنا، وكلمتين على الماشي كده. ان هو يهتم مثلا يكلمني او افتحي الكاميرا عشان اشوف البنوته الصغيره، ولا مثلا كلميني صوت وصوره، ولا مثلا انا عايزه اشوفك كام، ولا الكلام ده مفيش اي حاجه، كأن احنا مش متجوزين. حسيت ان ايام الخطوبه كانت حياتنا احسن. فضلنا على الحال ده. طب يا عم الحاج انزل اجازه. البنت وصل عمرها على ايدي سنه كامله، بقى عمرها سنة وهو منزلش ولا اجازة ولا كلف نفسه ان هو حتى يجي يسأل عليا ولا يشوفني ولا يطمن على بنته ولا فرحان بمولودتي ولا اي حاجة. المهم فضلت صابرة على الحال ده لغاية ما البنت فضلت سنة على ايديا. قلت له انت كده بقالك فترة طويلة، يعني بقالك سنة و6 شهور، سنة ونص كده متغرب، مش عارف تاخد اجازة وتكلف نفسك تيجي تقعد معانا وتشوف بنتنا ويعني وتعوضني السنة ونص اللي انت غبتهم. انا يعتبر عروسة، ما اتجوزناش الا 3 شهور وسافرت وسبتني.
قال لي انا مش بايديا، انت عارفه ان انا ماسك هنا فرع المطعم. طبعا هو كان واخد مطعم لحسابه على اسم كفيل، وكان هو ماسك الاداره بتاعته لانه هو صاحب المشروع. قال لي انت عارفه ان هنا عندي ضغوطات شغل واحنا في مواسم وكلام من ده، انا مش هعرف انزل. قلت له خلاص يعني هتنزل امتى؟ قال لي 6 شهور كده ولا حاجه وانزل، يكون حتى انا تممت سنتين، عشان لما الكفيل يجدد لي العقد، لان بياخد رسوم سنويه مني، على الاقل اضمن الاقامه وانزل اخد اجازه طويله زي اجازه الفرح. فرحت وقلت هينزل 6 شهور يقعد معايا انا وبنتي ويعوضنا، يكون حتى البنت بقى عمرها سنه ونص، تبقى كده يعني ايه مرحه كده وعارفه وتعرف تتعرف على وش باباها، وتبقى يعني ايه تلعب في وسطنا كده. فضلت ال6 شهور دول منتظراه لغايه فروغ الصبر. وبعدين جهزت كل حاجة، جددت حاجات كتيرة في البيت. بدأت ان انا ازين الشقة، بدأت ان انا اعمل يعني حاجات كده زي ما انتوا عارفين كده، حاجات كده لغرفة النوم، حاجات زوجية يعني، ديكورات حلوة، شموع حلوة. بدأت ان انا اجهز، حتى افرز حاجات في الفريزر، ان انا فرحانة ان خلاص عدى من 6 شهور 5 شهور، ما عادش فاضل الا 30 يوم وجوزي حبيبي هيجيلي وهيعوضني عن السنتين الغياب اللي انا اتحرمت منهم، او يعتبر السنة ونص اللي انا اتحرمت فيهم منه، ويجي يعوض بنوتي اللي انا نفسي اشوفها بفروغ الصبر ويلعب معاها ويتعلق بيها زي ما انا متعلقة بيها. 30 يوم اللي كانوا باقيين دول ما تقولوش كنت يعني كل يوم بعيشهم ازاي، كنت بعيشهم في احلى لحظات. كل يوم اجهز حاجات في الشقة، كل يوم اشتري حاجات جديدة، كل يوم اجيب شموع مضيئة، كل يوم اجهز حاجات في التلاجة. فرحانة جوزي جاي يا جماعة، كلها شهر 30 يوم، وبعدهم على ايديا كل يوم بفروغ الصبر عشان نجتمع مع بعض ثاني زي ايام الجواز كده، وعيش احلى ايام مع جوزي وبنتي في وسطنا. المهم 30 يوم عدوا، قلت له انت ما جيتش ليه؟ قال لي لا انا مش هعرف اجي دلوقتي، انا خلاص يا دوبك مجدد اقامتي، وعندي فرع تاني بفتحه جديد ولازم اقعد شوية وبعد كده اجي. قلت له فرع جديد ازاي؟ قال لي يعني انا عامل مطعم في فرع وبفتح فرع جديد تاني وبجهز معداته واشوف عماله، وطلبت من الكفيل يطلع لي من السجل التجاري كام تأشيرة كده اجيب عمال من مصر، وانا مش فاضي دلوقتي وقدامي شوية واجي. تتخيلوا يعمل ايه؟ يقعد كمان سنتين ما ينزلش، ورابطني في البيت، يعني جواز مع ايقاف التنفيذ. مفيش كلمة حلوة، كل حياته شغل شغل شغل، وبيبعت لي مصاريف انا والبنت. مش هقول لكم مش بيأثر في المصاريف، بس انا مش متجوزه عشان فلوس واكل وشرب، ما انا كنت في بيت اهلي باكل واشرب وبيصرفوا عليا، وكنت مش شايله الهم زي ما انا شايلاه دلوقتي. المهم يا ابن الناس حرام عليك، احنا دلوقتي بقالنا 3 سنين ونص ما شفناش بعض. حرام عليك، انا لو كنت اعرف ان الجواز كده ما كنتش اتجوزت اصلا. بنتك خلاص كبرت ما شاء الله، يعني بقى عمرها دلوقتي 3 سنين ونص، وانت ولا انت هنا. البنت خلاص بقت بتقول ماما وبابا يعني وبدات تعلمها حروف، وبدات تتكلم، وعرفت يعني ولاد يعني اللي حواليها ان كل عيل ليه اب وكل بنت لها اب، وهي محرومه من كلمه بابا وما شافتكش من يوم ما اتولدت. انت بتعمل فيا ليه كده؟ ينزل بقى وحس بينا، مفيش فايده، يقول لي انا حياتي غصب عني. اللي فوجئت بعد كده الكارثه الكبيره ان هو متجوز واحده من بلاد العرب، من بلد اللي هو مقيم فيها، اللي انا عرفته بطريقه الصدفه. طريقه الصدفه ايه بقى؟ ان اخويا كان ليه اخ خريج جامعه، وكان رايح سياحه 3 شهور، يعني تأشيرة سياحة كده للإمارات، وقال أنا لما أروح هدور على شغل هناك، وبعد كده أدق إقامة وأقعد لو لقيت شغل مناسب. طبعا لما راح الإمارات تنته يسأل لغاية ما وصل لجوزي عشان ينزل عليه من غير ما يقول له، كان حابب إن يعملها له مفاجأة. لما وصل لمكانه عن طريق مصريين من بلدياتنا وكده، اللي كانوا طبعا يعرفوا عنه كل حاجة بس ما كانوش بيتدخلوا في شؤونه أو بيتكلموا عنه. لما وصل هناك عرف إن هو متجوز ست خليجية، وهي الكفيلة بتاعته في سلسلة المطاعم ديت، وفاتح بدل الفرع 2 و3. المهم طبعا هو لما راح هناك وعرف الموضوع ده، خاف يقول لي عشان ما اتعبش نفسيا او اتصدم، درع عليا. بس انا اللي عرفته بعد كده، كنت في يوم مختلفة مع اخويا، يعني هو اشتكالي منه ان هو اول ما نزل ما فتحلوش بيته، وان هو ما قابلوش مقابله حلوه، وان هو طنشه وراح له اكتر من مره وما ادالوش وش، وكل ما يسال عليه يقولوا ده مشغول مشغول، وما احترمش اخويا هناك في الغربه. فكان بيقول لي انا ما كنتش متوقع ان جوزك قليل الذوق للدرجه دي. قلت له طب انا ذنبي ايه؟ انت اصلا ما كنتش قايل له من اساس ان انت رايح الامارات، وما عرفتوش ان انت نازل يعني واخد تاشيره سياحه وهتروح هناك عشان ينتظرك او يأهل لك سكن معاه او كده او كده.
المهم قال لي الحمد لله فرجت من بعيد عنه، ورحت لواحد صاحبي طلع معرفه من زمان، من ايام ما كنت انا في الثانويه العامه، والحمد لله استضافني احلى استضافه، وبالعكس جاب لي شغل معاه. وطبعا انا تحت الاختبار، لو نجحت في الشغل ووصلت على العمل يعني واديت كويس هيثبتوني، بس هطلع من الامارات للبحرين، اخرج للبحرين وبعد كده ارجع اقامه بدل ما انزل على مصر. قلت له طب الحمد لله فرجت بعيد عن جوزي وما تزعلش نفسك. قال لي عايزه اقول لك على حاجه. قلت له قول يا حبيبي في ايه؟ قال لي جوزك متجوز هنا من قبل ما يتجوزك. قلت له ازاي يعني؟ قال لي متجوز واحده هنا اماراتيه، وفاتح وهي الكفيله بتاعته، وفاتح اكتر من سلسله مطاعم، وعشان كده مش راضي ينزل اجازه. قلت له كده؟ قال لي اه. قلت له الكلام ده انت واثق فيه ولا انت بتقول لي عشان انت متضايق منه؟ قال لي والله واثق فيه، وانا عارف هنا، انا بقالي شهر هنا في الامارات عارف، بس ما كنتش حابب ان انا اقول لك. بس لما عرفت ان هو قال الاصل وندل معايا وندل مع الجميع، عرفت ان انت مظلومه في حياته، مش عايزه اغشك اكتر من كده، وانت دي حياتك وانت حره فيها. قلت له طب خلاص اقفل دلوقتي. رحت رنيت عليه على الماسنجر وكده وكلمته. قلت له انا عرفت كل حاجه، وعرفت ان انت انسان خاين وانسان ندل وانسان مش كويس وانسان مش محترم وانسان يعني بايع العشره وانسان قليل الاصل، لما تقعدني 3 سنين ونص كده من غير راجل ومن غير اي حاجه، كل اللي حياتي معاك اكل وشرب وانت متجوز وخايني يا قذر، وقاعد في بلد متجوز فيها من قبل ما تتجوزني. انت كان نفسك يبقى ليك سكه في البلد هنا وسكه هناك، تاخد فلوس من الامارات وتاخد كمان يعني جواز وتاخد بنت تثبت قدامك هنا. اللي انا عرفته بعد كده ان هو متجوز واحده كبيره اصلا في السن، يعني اكبر منه ب30 سنه. هو طبعا جوزي يعني في ال30 سنه، هي برضه في عمرها في 59 58، يعني اكبر منه كام و20 سنه، يعني تعتبر كبيره قد امه. بس هو اتجوزها عشان خاطر المصلحة، وعشان خاطر يضمن ان هي يعني تعمل له سلسلة مطاعم على كفالتها وما تاخدش منه مقابل مالي، فمشي اموره، هو اصلا مصلحانجي وبتاع مصلحته. المهم طبعا لما انا عرفت قلت له لازم تطلقني وتبعت لي ورقة طلاقي. قال لي طلاق ما بطلقش، عايزة تطلقي نفسك اخلعي نفسك، يعني عشان اتنازل كمان عن بعض حقوقي اللي هي النفقة والمؤخر والمتعة والحاجات دي والكلام اللي انتوا عارفينه. طبعا قعدت سنة كاملة في بيت اهلي غضبانة استنى ان هو يبعت لي ورقة طلاقي يخلص ودي، ما بيعملش اي خطوة من اي خطوات دي. هو عايش حياته مش عايز ينزل مصر ومستغنى عني خالص، رغم ان انا ملك الجمال، بس هو مستغنى عني نهائيا نهائيا نهائيا. طب اعمل ايه؟ انا خلاص قرفت من حياتي معاه. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ المهم رحت رفعت قضية خلع ومن كل مستحقاتي، بس خدت قيمتي كاملة اللي هو العفش والمفروشات بتاعتي وكل حاجة وذهبي، وخدت بنتي خلاص واتطلقت، ورفعت عليه قضية نفقة معيشة ان يبعت لي معيشتي كل شهر، اللي هي نفقة بنتي الخاصة بيها. وبعد كده بنتي خلاص قعدت طبعا من غير جواز، ومفكرتش ان انا اتجوز تاني. خلاص عدى على بنتي كمان سنة ونص، بقت عمر بنتي 6 سنين. طبعا في اولى ابتدائي وديتها مدرسة خاصة قريبة من البيت، مدرسة خاصة أهلية مش حكومية، يعني مدرسة لغات عشان أأسس بنتي بتعليم كويس. وهو بصراحة كان بيبعت لبنتي كل شهر نفقتها وبزيادة، كانش مقصر مع البنت في أي حاجة. بس كان مستوى بنتي في الإنجليزي كان ضعيف جدا جدا، رغم ان هي صغيره بس ما كانتش بتستوعب ماده الانجليزي. جبت لها مدرس في البيت. كان في الوقت ده خلاص يعني وصلت لكام و20 سنة، أنا متجوزة سن 20 سنة، يعني بقى عمري 27 سنة تقريبا، 27 سنة وشهور. كنت لسه برضو صبية وحلوة ولسه صغيرة. جبت مدرس كويس جدا، يعني يعتبر في 30 سنة أو 31 سنة يأسس بنتي في مادة الإنجليزي. وفعلا والدي الله يمسيه بالخير قال لي انا اللي هجيب مدرس لبنت كويس يأسسها في مادة الإنجليزي، وبقية المواد مدرسين عاديين، بدل ما يجي البيت لا هي تروح دروس عامة، هي بنتك شاطرة وبس مادة الإنجليزي اللي مقصرة معاها. قلت له خلاص يا بابا اللي انت شايفه. طبعا فترة ما انا متطلقة جمعت عفش كله في شقة فاضية تحت عند أهلي، وأنا قاعدة في وسط ماما وبابا وخلاص، وما بشتغلش، يمكن أبويا كمان بينفق عليا. المهم جاب لي مدرس كويس جدا بقى، يعني يعلم بنت كويس، يديلها مادة الإنجليزي، يجي في مواعيده. كان عامل لها 3 حصص في الأسبوع، كان بيجي الدرس ساعة بالظبط. طبعا أنا كانت علاقتي بيه علاقة رسمية جدا، محجبة ومحترمة جدا، وكلامي معاه بحدود. أقول له مستوى نورهان إيه؟ يقول لي تمام ما شاء الله شاطرة، بدأت تستوعب، بدأت تتكلم حروف الإنجليزي صح. يعني المهم كنت بتابع بنتي كده بالسؤال كل حصة.
لغايه ما في مره قال لي انا ملاحظ ان انا بقالي سنه بدل نورهان درس، ما وانت قاعده عند والدك جوزك مسافر. قلت له لا والله انا منفصله عن باباها بقالي كام سنه، وهي عمرها 4 سنين ونص كده، وهي ما تعرفش حتى باباها، ما شفتوش لغايه دلوقتي، عشان كده انا بهتم ببنتي ووهبلها حياتي كلها وعايزاها تبقى احسن بنت في الدنيا دي كلها. قال لي بس انت لسه صغيره، يعني عندك 27 سنه او 26 سنه تقريبا، عيشي حياتك واتجوزي، انت لسه صغيره. قلت له انا مش عايزه اتجوز ومش عايزه اخد تجربه تاني وافشل فيها، وكفايه بنتي عليا، ماليه حياتي وانا مبسوطه ببنتي وعايشه مبسوطه في وسط اهلي. اتجوز ليه واجيب لنفسي وجع القلب والصداع وراجل يتحكم فيا او راجل يتحكم في بنتي؟ انا مش حابه الاسلوب ده. وقفلت معاه الحوار وبقى كلامي معاه بحدود بعد ما عرف ان انا منفصله. بس حسيت بعد كده ان هو نظراته ليا مختلفه جدا جدا، يعني كل ما يجي احس ان هو عينيه بتلمع ليا كده وهو بيكلمني، بيحاول يبتسم بعينيه. حسيت ان هو زي اللي بيغازلني كده، بس انا طبعا كنت بكبر دماغي وانفض منه، ما كنتش برضه ان انا اديله اي اهتمام. كنت عايزة أعيش لبنتي وبس، ومش عايزة إن هو ينتقد عليا في أي حاجة. بس كنت بستغرب، هو قعد سنة يدي لبنتي من قبل ما أعرف إن أنا منفصلة، كان بيكلمني كلام رسمي جدا، كان بيكلمني على إني ولية أمر طالبة عنده أو تلميذة بتاخد درس. لما عرف إن أنا منفصلة كان بيكلمني بنظرات يعني ملفتة للإعجاب. أنا برضو في نفس الوقت كنت يعني مش بدي اهتمام. لغايه ما في يوم قلت لبابا يا بابا معلش، اي واجب بعمله للمدرس انت دخله انت، وحاول ان انت تتابع نورهان من تحت لتحت كده، شوفها بتستجيب معاه في الشرح كويس معاها، ابقى اساله كده على مجهودها وعلى اسلوبها في الدراسه، شوف مستواها اتحسن ولا لا. قال لي طب ليه يا بنتي ما تساليه انت، هو طول عمره يعني كويس، بقاله سنه معانا ما شفناش منه الا كل خير. تابع مستوى بنتك بنفسك، لان انت اللي بتذاكري لها بالليل وفي اي وقت، عشان تعرفي بنتك يعني بتستوعب ولا لا منه او كده، لو ما كانش كده نغيره. قلت له معلش يا بابا بس ايه المهمه دي، بس مهمتك مع المدرس. قال لي خلاص يا بنتي. قعدت اكتر من مره كده ما اطلعش، لغايه ما فوجئت ان بابا بيقول لي المدرس فاتحني في موضوع غريب قوي كده يا بنتي، مش عارف هيعجبك ولا لا. قلت له ايه يا بابا خير؟ قال لي المدرس ده مش مرتبط ومش متجوز، عمره دلوقتي داخل في 30 سنه. قلت له بعدين وانا مالي؟ قال لي طالبك للجواز. قلت له ازاي يعني؟ قال لي والله هو بيقول انا بنت حضرتك محترمه جدا، وانا اتعلقت بنورهان وانا لقيتها انسانه كويسه وخلوقه وعندها حياء، حتى لما حست ان انا يعني معجب بيها بدات ان هي تمنع نفسها ان هي تطلع تسلم عليا او ان هي تشوف مستوى البنت، وده اللي خلاها تكبر في نظري جدا. وانا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي احسن من بنتك، ومش هلاقي احسن من انا اناسبك يا عمي وكده. قلت له والله يا ابني الموضوع ده صعب ان انا اتكلم فيه وادي فيه رد، الرد ده رأي بنتي، لان هي جالها اكتر من واحد من يوم ما انفصلت وهي رافضه تماما الرجوع، يعني يعني الرجوع عن تفكيرها ان هي تتجوز، يعني هي رافضه الموضوع نهائيا، رافضه الجواز نهائيا. حتى ابو نورهان حاول ان اهله يرجعوها لجوزها وان هو يعني يصلح اللي بينهم، رفضت تماما. هي مش عايزه اي راجل غريب في حياتها حتى لو كان ابو بنتها، لان هي شافت في الدنيا كتير فعندها صدمة من كل الرجالة. فانا معرفش ارد عليك، انا هاخد رأي بنتي، والله لو في وفق خير يا ابني، ما فيش وفق زعلش مني، برضو هي اضرب مصلحتها ومصلحة بنتها. لقيت بابا لما قال لي الكلام ده قلت له انت شايف ايه يا بابا؟ قال لي انا شايف ان الشخص ده ما يتعيبش، راجل مجتهد بيدي دروس ويعني بيجري على رزقه، انسان ما بيشربش سجاره، انسان محترم جدا، بقاله سنه وكام شهر معانا هوت ما شفناش منه الا كل خير، انسان محترم بيدخل بحدود بيطلع بحدود، انسان ما شفناش منه كلمه عيبه، انسان حتى مش عصبي في معاملته مع بنتك، عنده طولة بال. يعني انا مش شايف ان هو وحش، غير كده كمان ان هو ابن ناس طيبين، انا عارف ابوه كويس، يعتبر انا وبينه بيني وبين ابوه صداقه. لبق في الكلام، شيك جدا محترم، كمان عازب ما عندوش مسؤوليات. ايه المانع ان انتي يعني توافقي؟ قلت له يا بابا بس الموضوع صعب برضو ان انا ارتبط بواحد، كفايه ان بنتي محرومه من اب، اتجوز كمان واحد يشغل حياتي ويشغل حياتي عن بنتي وممكن يعملها وحش بعد كده، يبقى بنتي اتحرمت من البرين، بر الام وبر الاب. انت بتتكلم في ايه يا بابا؟ قال لي اهم حاجه نفسك برضو، واستخير ربنا قبل ما ترد عليا، وشوف اذا كنت ترتاحي للموضوع ولا لا، او لو انت رافضه مش مشكله، انا مش هضغط عليكي ان انت تتجوزي واحد غصب عنك. قلت له والله يا بابا انا مش مرتاحه للموضوع من غير الاستخاره، انا مش حابه ان انا ادخل راجل غريب في حياتي يشغلني عن بنتي، وبصراحه بنتي بتصعب عليا، ده انا ببص في عينيها بحس باليتم من يوم ما ابوها ما شافهاش ولا هي شافته، وانا حاسه ان بنتي يتيمه اب، مش عايزه بنتي كمان تتصدم ان تبقى يتيمه اب ولها ام كمان مشغوله بحياه غير حياتها.
بنتي ما عادش لها الا انا بس، وخايفه ان انا اتجوز وانشغل عنها او يزعلها في يوم من الايام، ساعتها هطلب الطلاق. طب ولازمته ايه اخرب على نفسي من قبل ما تبتدي حياتي؟ لا انا افض الموضوع ده خالص ومش عايزه اتجوز. بس بابا قال لي فكري يا بنتي واستخير ربنا، الشخص ده ما يتعوضش، الشخص ده محترم، الشخص ده هيبدأ معاك صفحة بيضة نظيفة، لا هو مرتبط قبل كده ولا عنده زوجة تانية ولا هو متجوز قبل كده، وكفاية ان هو راضي بظروفك وحابب بنتك وبيقول هبقى نعم الأب ليها وعوضها. وهو يعني مرحب بنورهان ومرحب بيكي. انا شايف ان هو شاري جدا، وشايف ان هو ابن حلال قوي، ومش شايف ان هو بيلعب او بيتسلى، وانت ما فيكيش المطمعيه ان هو يطمع فيكي. ففكري كده وقرري، والله مش هتخسري حاجه. المهم قلت له يا بابا شكلك كده رامك على الموضوع قوي، وشكلك كده شاري قوي وعايزه ونفسك تخلص مني. قال لي والله يا بنتي انا مش عايزه اخلص منك، بس انا والله زي ما انا عايش لك النهارده مش عايش لك بكره، والدنيا ما عادش فيها امان، والغدر والنفس اماره بالسوء والكلى والقال. وانت النهارده شوفي، النهارده انت بتخافي تخرجي لمدرس تسالي على مستوى بنتك مجرد ان هو بيبص لك، ورغم من كده تقدم لك بالحلال. بل انت بعد كده لو انا جرالي حاجه وكل حاجه هتعتمد على نفسك فيها هتبقى عرضه للقيل والقال وطمع الناس، والعين ما بترحمش، وهنا احنا في بلد ارياف ما تضمنيش برضو يعاملوك ازاي. فانا عايزك يعني تستقري وتتجوزي بالحلال وتعيشي حياتك، وبنتك مصيرها هتتجوز في يوم من الايام وهتبقى لجوزها، ساعتها هتبقي وحدانيه. اللي عايش لك النهارده مش عايش لك بكره، نصيحه زي اي اب بيقولها لبنته. قلت له خلاص يا بابا، انت اتكلمت في الموضوع ده معايا كتير، فانا اسيبها لله كده وسيبني براحتي افكر كده واشوف الموضوع ده في دماغي واشغله كده في دماغي اشوف هوصل لايه، وعشان برضو خاطرك هصلي استخاره. فدخلت فعلا صليت استخاره، شفت رؤيه حلوه ان هو يعني بيقدم لي علبه ذهب وفي نفس الوقت بيلبسني الشبكه، وكان يعني ماسك ايدي ماسكه حلوه كده. انا قمت من النوم وانا مبسوطه قوي، وحسيت ان انا عشت اللحظه دي حقيقي. ما لقيتش نفسي اللي بقول لبابا خليه يتقدم يا بابا ويجيب اهله واتكلم معاه زي ما انت عايز، وشوف ايه اللي عايزه وايه اللي انت عايزه منه وخلص الموضوع. سبحان الله، بعد ما كنت رافضه الموضوع بس السخاره في الرؤيه دي اثرت عليا تماما. لمسه ايده ليا وهو بيلبسني دبلته مش قادرة انساها، كأنها كانت حقيقية، زي ما يكون كانت رسالة من ربنا ان انا اوافق، وان الانسان ده كان هو الانسان يعني ربنا وهبه لي عشان يطقطق كده ويطبطب على جروحي اللي انا عشت فيها. وسبحان الله بابا قال له في الحصة التانية اللي كانت بتاعت بنتي خلاص مامة نورهان موافقة وجيب أهلك وشوف برضه رأي أهلك وعرفهم ظروف بنتنا وعرفهم إن هي كانت سابق لها الجواز قبل كده. برضه يا ابني الجواز عن تراضي، مش لازم إن أنت تبقى أنت الموافق، أهم حاجة أهلك يكونوا متقبلين وضع بنتي وظروفها الخاصة. قال له خلاص يا عمي انا اهلي محكي لهم وعارفين كل حاجه عن ظروف بنت حضرتك، وهم ما عندهمش اي مشكله، والجواز والطلاق مش عيب، ومش عشان هي اتجوزت ومعاها بنتي معنى كده ان ديت تبقى اخر الدنيا واخر المطاف. بالعكس انا هي عندي احسن من بنت مش شريفه او بنت مش كويسه، مش كل البنات بيبقوا كويسين، هي كفايه ان هي عندي احسن من بنت بنوت، وانا عارف ان ربنا هيكرمني عشان انا هتجوزها وهيرزقني كمان برزقها وبرزق نورهان. المهم بابا عجبه كلامه وفعلا جاب اهله بعد كده وجم في زياره عائليه وانا فاتحه. وطبعا كان شقته جاهزه، انا نقلت عفش ومفروشاتي كلها اللي انا كنت حاطاها في شقه بابا تحت، وفعلا اتجوزنا. لما جينا اتجوزنا بابا طبعا قال لي خلي نورهان عندي على الاقل شهر او 2 أو 3 عشان تاخدي راحتك، ده شهر عسل تعيش انت وجوزك براحتك وتتدلعوا كده وتتهنوا. وفعلا بابا يعني اخد نورهان عنده فتره يعني يجي شهرين كده، وانا قعدت انا وجوزي ما شفتش منه الا كل خير. وبصراحه كان كمان الوحيد لوالدته، مفيش الا بنت واحده ومتجوزه وعايشه في اسكندريه، احنا من الارياف وبنتها عايشه في محافظه غير المحافظه اللي احنا فيها. المهم حماتي كانت بتعاملني كويس جدا، وبصراحه انا كنت بعاملها زي امي بالظبط، عمري ما قصرت معاها في حاجه، كنت خدماها وحطاها فوق راسي وحطاها بين حباب عينيا. والحمد لله حماتي كانت بتحبني زي بنتها، وكانت دايما حنينه على نورهان. طبعا لما حماتي قعدت انا في اول شهور العسل كده من غير بنتي، هي اللي قالت لي يا بنتي سايبه بنتك هناك ليه؟ زمانها زعلانه ان انت بعيد عنها، انا مش عايزه بنتك تحس يعني بتفرقه ان انت لما اتجوزت انشغلت عنها، هاتيها وانت عارفه ان انا وعمك الحاج اللي هو حمايه قاعدين لوحدنا، خليها حتى لو هتيجي تنام في حضني انا والله هعملها زي بنتي وانا عشان بحبك بحب الطرف منك حتى من اهلك، وكفايه خدمتك ليا وكفايه اسلوبك ليا الحلو ده، انت عوضتيني عن بعد بنتي كمان عني. المهم فعلا جبت نورهان عاشت معايا، ولقيت حماتي
بتعاملها كأنها بنت بنتها، مش بنت حد غريب، كأن أنا بنتها ودي بنت بنتها، كأنها حفيدتها. ولقيتها بتدلعها وبتأكلها أكل كويس، وباحترا تجيب لها هدايا إيه، وبتجيب لها كل شوية شوكولاتات. واتعلقت بنورهان جدا لدرجة إن بقت تقول لي نورهان مش هتنام إلا في حضني. وحماه كان بيعاملها حلو، كأن سبحان الله ربنا سخر قلوب العباد لبنتي عشان أنا طيبة وبنت حلال واتظلمت في حياتي. وبعد كده بقيت عايشة أنا وجوزي في وسط أهله أحلى حياة. وجوزي ما شاء الله ما كانش بيسيب جهد عن جهد. طبعا نفقة بنتي كان بيجي لها كل شهر. لقيت جوزي بيقول لي طول ما ربنا عطينا احنا مش عايزين حاجة من نفقة بنتك، افتحي لها حساب في البريد، واللي ابوها يبعته لها حطيه في قلب الحساب بتاعها. انا مش عايز مال بنتك يخش في حياتنا، سيبيني اعتمد على الله وعلى رزقنا كده بالحلال، وانا الحمد لله كسيب وبدي دروس خصوصيه ودروس عامه وما شاء الله، وعندي درس ومجموعات كتيره، فربنا هيبعت رزقي ورزقها ورزقك، ما تدخليش مال ابوها علينا معلش. قلت له خلاص زي ما انت عايز. فعلا كنت كل شهر لما بابا يبعت النفقه بتاعتها كنت بحط لها في حساب في البريد، والحمد لله كان ربنا بيرزقنا من وسع. غير ما كمان ان نورهان اتعلقت بجدتها يعني جدها وجدتها اللي هو ابو جوزي. طبعا اهل ابوها لا بيسالوا ولا بيعرفوا. وفوجئت بعد كده ان ابوها نزل بمشاكل، طبعا اختلف مع الكفيله وتشكله، وبعد كده اتطلقت منه وقفلت له كل سلاسل المطاعم ورحلته نهائي. ونازل كمان متجنزر بجنازير على ايديه، يعني نازل عن طريق الشرطة، اتهمته ان هو سارق كل ماليتها وفلوسها، وان هو بيسرق من المطعم فلوس، وان هو خاين الامانة، شوية مشاكل كبيرة كده. ونزل طبعا نهائي خالص، ونازل بفضيحة كمان، واتطلقت منه، وهو نزل يا مولاي كما خلقتني. طبعا لما نزل بقى وعرف ان انا اتجوزت وعشت حياتي ونورهان بقت في حضني، بقى يساومني على نورهان ان انا اتطلق من جوزي وارجع له انا، لا اما يديلي بنتي وياخدها في حضانته. طبعا انا رفضت، ولقيت جوزي واقف جنبي قال لي عمرها ما تقدر ياخدها منك، لو بعد ايه؟ بنتك لسه ما وصلتش لسن الرشد، وبنتك لها الحقية. راح رفع طبعا طليقة عليا قضية ان هو يضم حضانة بنته ليه، رغم ان نازل خايب لا معاه فلوس ولا معاه اي حاجة، بس كان عايز يخرب عليا وان انا اتطلق من جوزي وارجع له للبهدلة زي ما انتوا فاهمين. المهم راح رفع قضية. البنت وقفت قدام القاضي وقالت له انا ماليش بابا، انا ماليش الا بابا خالد، طبعا على جوز مامتها هو اللي كويس معايا وبحب تيتا وجده. انا عمري ما شفت الراجل ده في حياتي، عمري ما قرب مني، عمري ما طقطق عليا، عمري ما قلت له يا بابا، عمري ما قال لي انت بنتي. وقعدت تعيط في المحكمة. المهم الحمد لله المحكمة حكمت بحضانة البنتي لغاية سن الرشد، السن العاقل اللي هي تقدر تقول أعيش مع أمي أو أبويا، والحمد لله فزت بالقضية. ساعتها عرف قد إيه إن الحنان ما بيتشحتش أو الحنان بيتباع. والحمد لله رجعت لجوزي مع بنتي وكسبت القضية، وكانت بالنسبة لنا حفلة كبيرة. لقيت جوزي محضر لي حفلة كبيرة وعامل لي فيها تورتايه بنجاح القضية، وبقى مبسوط قوي قوي إن نورهان ما اتاخدتش مننا، كأنها بنته بالظبط. وسبحان الله ربنا أكرمني بعد سنة جواز بحمل. دلوقتي انا حامل دلوقتي في 7 شهور، والاشاعه وضحت ان انا حامل في ولد. بالله عليكم عايزاكم تدعوا لي بس ان ربنا يكمل حمل ده على خير، ويسخر لي جوزي ويسخر لي بنتي، ونفضل يعني كده شاملنا متجمع دايما. انا في احتياج دعواتكم ليا، ويا ريت النهارده تكون حكايتنا عجبتكم. ما تنسوناش طبعا في الاشتراك والدعم، تفعيل الجرس فضلا وليس امرا. وبكده حكايتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.